لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اليوم نادي بقيادة جميل بن وحي الذي كان يشغل مهام المدرب المساعد ليوبر فيلود، رجل يعرف جيدا تضاريس نادي الجيش الملكي، كان واحد ممن ساهموا في وصول الجيش الملكي لدوري المقبل من منافسات دوري ابطال افريقيا، بحكم انه الجيش الملكي هو اول فريق مغربي يتوج بهذا اللقب كاس افريقيا للبطل. بالتوفيق للجيش الملكي والنهضه البركانيه في منافسات دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. اليوم بين اتحاد طنجة والجيش الملكي، الحكم يتدخل في اول كره في هذه المباراه، كره لمصلحه الاصفار فريسر للجيش الملكي، نقل الكره في منطقه الجزاء والتغطيه من دفاع اتحاد. هنا في الخنيطره الملعب يخضع لاصلاحات منذ زمن طويل، والكره من الطرف الايسر والتدخل من اينونغا، يبعد الكره ضربه زاويه لاتحاد طنجة، تدخل عربي الناجي، كرة من الطرف الايسر لفريق الجيش الملكي لكن مبعدة تعود سريعة لأنس بش وراية مرفوعة مرة أخرى من طرف الحكم المساعد يشيل وجود تسلل. كرة تلعب لاتحاد طنجة يلعبها في القائمة الثاني فوزي عبد المطلب، لكن التغطية من دفاع الجيش الملكي معالي ينقلها في منطقة الجزاء، لكن التدخل من دفاع فريق الجيش الملكي بعد الكرة في التماس واللعب متواصل للحاق بالكرة من الطرف الأيمن في دور الجناح الطائر والتغطية من أمين الزحزوح بالمهارة، يمر والتغطية، مازال الخطورة ضاعت منه، تعود من جديد أيتور خان يسددها لكن تتحول بعيد، يتم للأمام، كرة طنجاوية عبد الحميد معالي في العالي، لم يسيطر على هذه الكرة وسددها بعيدا عن مرمى الحارس أيوب. كرة نقل الكرة للأمام لكن راي مرفوعة الفحلي والتدخل، لكن قبل كل ذلك كانت راي مرفوعة من طرف الحكم المساعد، شاف أنه كان تسلل في خروج الكرة. كرة للأمام من الطرف الأيمن يوسف الفاحلي والتدخل في آخر لحظة من الودغيري، تأخر أجزاء من الثانية في التمرير في الكرة الماضية وكان التدخل من بلال. كرة في منطقة الجزاء المتابعة فقط من طرف الحارس الخيطي، الحناجر التي نراها تهتف من القلب والتسديدة التي تحولت نحو المناصر عوضا تستقر في المرمى، اختيار لفريق الجيش الملكي جوي للأزرق السماوي وراية مرفوعة من طرف الحكم المساعد يعلن عن تسلل في الكرة الماضية، هدف مرفوض لاتحاد طنجة. عبد الحميد معالي صغير يكبر، معالي كان بإمكانه أن يصل بهدف أول في هذه المباراة في حدود الدقيقة 22، واحد من اللاعبين المتألقين في كأس العالم لأقل من 17 سنة في يوندو. 25 دقيقة الأولى من زمن هذه المباراة، كرة من بلالي النعبي، يتدخل بلالي، هذا واحد من اللاعبين الأقوياء اللي جايين من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية من مدينة العيون، كان متألقا رفقة شباب المسيرة قبل انتقاله لحسنية أكادير الملكي. أكرم النقاش أمين، إمكانية للتسديد، أمين يراوغ، أمين يلعب في منطقة الجزاء والتدخل من الوعد أمام زميله السابق الذي توج معه بكأس الكونفدرالية الأفريقية يوسف الفحلي، سيلعب أدوار غير لقب البطولة. كرة من الطرف الأيمن والتدخل لفريق الجيش الملكي مرة أخرى، كانت إمكانية لصنع هدف أول في هذه المباراة. أنس باش عنده أيتور خان لكن عودة ممتازة، أنس باش أيتور خان تلعب كرة للأمام لكن بعيدة، كرة من وسطي ينقلها في منطقة الجزاء والتدخل من الحارس أيوب الخياطي، يقوم بهذا الفتى في دفاع نادي اتحاد طنجة. تدخل من طرف حكم المباراة السيد بوجيدي سعيد، يشير البطاقة الصفراء لإينونغا، لاعب آخر ينال البطاقة الصفراء. كرة من هيثم الباشا يلعب كورته، تعود من زين الدين، تتحول من جديد زكريا كياني. فريق الجيش الملكي في صراع مع النهضة البركانية ونادي نهضة أتلتيكس ممرة، بالإضافة للوداد والنوادي المعنية بالمنافسة رقميا على لقب البطولة لفريق الجيش الملكي في منطقة الجزاء، مرت من أمام الكل وكان بإمكانه أن تمنح الهدف لفريق الجيش الملكي. هذا حمودان الذي يشهد من الطرف الأيسر لنقل الخطورة لمنطقة جزاء الاتحاد. حمودان واحد
عدد من اللاعبين المشاهدين في البطولة. لمسة من حمودان، حمودان حاول أن يعزف على أوتار التهديف في كرة لم يلحق بها، وبالتالي ضاعت عن فريق الجيش الملكي. أحمد حمودان أمام الفريق من دفاع الاتحاد. لازالت الخطورة، لازالت الإمكانية، لكن طالت عليه في الكرة الماضية. نقل الكرة للأمام. الزعيم صيحة صرخة الزعيم. هدف للزعيم في آخر ثواني الجولة الأولى لتشتعل المدرجات وتعتلي الفرحة محيا المناصرين بهدف أول يا سادة هنا في القنيطرة للأسفار. هدف يوسف تقاليد راسخة في كرة القدم الأفريقية. زكريا الكياني مر ونقل الخطورة، وكان بالإمكان أن يكون الهدف. زكريا الكياني بقليل من الجرأة. شوف الكنترول من بعدها لونشينمون، من بعد التوغل في منطقة الجزاء المبدع. كرة للأمام. نسخة مكررة كربونية للهدف الأول لفريق الجيش الملكي. يصل للمرمى للمرة الثانية. الفحلي يوثق ثاني هدف له في هذه المباراة. ثنائية يوسف الفحلي مجهود كبير وجميل بن وحي. جمال كرة ثابتة، ينقل الخطورة في منطقة الجزاء في الطريق لتعديل الأوتار. كان بإمكان الاتحاد وأن يوقع الهدف الأول له في هذه المباراة، لكن راية مرفوعة من طرف الحكم المساعد الأول. واحد من أولادنا وأبنائنا، والكرة للأمام والتدخل من الحارس أمين الوعد. كرة من أمين الزحزوح في منطقة الجزاء. تدخل من دفاع الاتحاد. كرة تسدد، تتحول من جديد لفريق الجيش الملكي البلدي في مدينة القنيطرة. صورة الإبداع، جول ويجول، هدف وهدف للاتحاد. راسه عالي، الواسطي راسه عالي، ينجح في بلوغ الهدف الأول في هذه المباراة للاتحاد. تصبح النتيجة 2-1، وبالتالي يشعلها الواسطي في مباراة هذه الأمسية بين اتحاد طنجة والجيش الملكي. فخر الشمال رمز العزة والإصرار بكرة في منطقة الجزاء بعيدا عن التسلل، يسجل الهدف. متولي مر والتغطية والمتابعة. التسديدة لكن بعيدا عن المرمى. التسديد زكريا كياني. كرة في منطقة الجزاء والتدخل من أيوب الخياطي. يتدخل بقبضة يده اليمنى ويبعد الكرة في التماس. دخول زكريا البقالي المحترف السابق في البطولة للاتحاد في منطقة الجزاء. كرة بالراس. متولي جول، متولي الهدف ويهدف. تصبح النتيجة سادة 2-2 للاتحاد الذي عاد من بعيد. محسن متولي عاد من بعيد.